اتنين من الشخصيات مش بتوع جواز عن حب، مش ممكن يتجوزوا عن حب. هقولك شخصياتهم والعلامة الخطيرة اللي تقدر تكتشفهم بيها في آخر الفيديو. الاتنين دول عندهم مشكلة مع الحب المتبادل، يا إما بيحبوا حد مش مهتم بيهم أو العكس، بس عمره ما بيحصل في حياتهم الماتشنج بتاع الحب المتبادل. ليه؟ واحد بيثق في الناس لكن مش بيقدر يثق في نفسه، والتاني واثق في نفسه جدا بس ما بيثقش في الناس. والموضوع ده مش صدفة، الدراسات بتقول ان عندهم مشكلة في قراية التلميحات بتاعت الناس. الاول بيشوف اي تصرف بسيط على انه اهتمام وحب حتى لو مش مقصود. التاني مش بيحب يفهم التلميحات اصلا، ولو حد حاول يصرح له بيجري ويسيبه. مين هما الشخصيات دي؟ اول واحد المتجنب اللي قافل على قلبه، بيهرب من الحب وده بيخسره فرص كتير جدا لانه ما بيثقش في الناس. التاني المطارد القلق اللي بيفسر اي اهتمام على انه حب، وده بيخلي الناس يا اما تهرب منه يا اما تتلاعب بيه وتظهر له اشارات متناقضة. اخطر علامة بتظهرهم ان هما بيختفوا فجأة وبيرجعوا فجأة. يعني بيقدروا يختفوا عنك فترة طويلة وبعد كده يظهروا بالحجج بتاعتهم او حتى بدون حجج. لازم تعرف ان الشخصيات دي لا بتوع علاقة جادة ولا بتوع جواز. شكرا.